كمل الماتش الثاني. حكم اللقاء مش هيلعب ضربات جزاء الا لما الجمهور يطلع بره الملعب. حكم المباراه لن يلعب ضربات الجزاء طول ما الجمهور برضه الملعب. لو سمح الجمهور يخرج. لا اله الا الله. جمهور اللجنه المنظمه الشباب اللي عارفه ايه من الثلاثه. الخروج خارج نطاق الملعب تماما يا شباب. مش عايزين ننادي الطلقه يا جماعه. الناس اللي ورا حارس المرمى، الشباب اللي في ارض الملعب لو سمح تطلع بره الملعب. الفريقين فقط. حكم اللقاء مش عايز ينزل الملعب الا لما الجمهور يطلع بره الملعب. يلا يا شباب، يلا يا حكم اللقاء. صوت العداله نزل بس خليك تعدي حاجه تخاف اجراء ضربات الجزاء اخير الكاميرا الى التلفزيون. الناس اللي واقفه قدامنا يا ريت يا حناوي، الناس اللي واقفه عشان نشوف بس يا حبيبي. روح نتفرج للمه الثانيه. ركلات الجزاء. هل تصعد كفر بيشا كما صعدت بهذا الفريق في الدور الاول ولا ايه؟ كرة القدم مليانة بالمفاجآت، ولكن هي ركلات المعاناة الترجيحية يعاني منها الجميع، ولكن أول ضربة من اللي داخل من دريس عيسى المحيان. أحمد سامي عيسى وسامي شعبان. لسه بنتكلم، لسه بنقول، لسه بنحكي. عيسى واول ضربه بيظبط الكوره، بيظبط الستارز طبعا هو وسامي شعبان حارس العملاق وعيسى المحياني لعيب كبير طبعا اللي مأدي بطوله جميله. عيسى ده اللي سامي يحطها له بينه وسامي بقى يا ولد عيسى لاعب عارف بيعمل ايه وحاطط الكوره. الضربه الاولى لكفر بيشا داخل مانو واول ضربه على ميله خالص بيظبط كورته، بيظبط نفسه على ميله خالص. مانو داخل وجول. يا ولد يا مانو مش هنشوف حاجه، لازم اقوم اقف عشان الناس برضه مفيش فهم خالص، مفيش نظر، الناس مش شايفه. كابتن اللي واقف ابو مبيكي يا كابتن، يعني الناس ده وجبت على النص. الضربه الثانيه ابراهيم الماوي وسامي شعبان بره. يا الله على كرة القدم بره ولا يعني الضربه الثانيه بره. من اللي داخل من فريق كفر بيشا كلازا على ميله خالص. كلازا بيظبط كرة الراجل ويريح نفسه كده. كلازا على الميل خالص. كلازا داخل براحته. كلازا وجول اهم الكرات طبعا لكلازا. على طول الضربة الثالثة محمود فكار. هل يفعلها سامي شعبان وينهي اللقاء بالضربة الأخيرة أم لنا كلمة في الضربة الأخيرة؟ محمود فكار وسامي شعبان وجها لوجه على طول. بكار وسامي شعبان. بكار داخل وجول يا ولد. صدها سامي لكن بكار حاططها تقيله والله. محمود كمال رجلك واقدامك هي من تصعد بكفر بيشا للدور قبل النهائي المباراه. طبعا لعيب كبير على ميله بيظبط الكوره. محمود كمال والجماهير بتشجع والكل بيشجع ومباراه تقيله. محمود كمال والكمال لله وحده. محمود كمال تقول يا رب كده مع الكره وتحت داخل. محمود كمال جول مليون مبروك كفر بيشا ده المباراه الدور قبل النهائي. هيثم فريق قدمت مباراه جميله وليس بالامكان اكثر مما كان هذه البطوله وعنوان البطوله في كل شيء. احسن لاعب في المباراه عيسى احمد سامي لاعب دريس. افضل لاعب
في اللقاء عيسى المحياني. احسن اخلاق عبد الرحمن الرفاعي انبوبه، يستحق طبعا لانه من صان مرمى فريق كفر تيشا في هذه المباراه. انبوبه احسن اخلاق في اللقاء، وعيسى افضل لاعب كله. يلا عشان ما تسالوا وناس مسافره بناء عن مركز شباب كفر تيشا بنشكر فريق دراس اللي جاي يشرفنا، الفريق كبير حامل اللقب، بنقول الف مبروك لشباب كفر تيشا الفريق اللي اتغلب على حامل اللقب ويستحق انه يتعادل قبل النهائي. الف مبروك. كابتن خالد إيجار طاقة الإذاعة، كابتن خالد إيجار. عيسى كابتن عبد الرحمن الرفاعي لحراس أنبوبة أفضل أخلاق في اللقاء. طبعا وش الكابتن يسري الطحان، بنك الحظ يسري الطحان